انك تفهم الاس اي او ماتريكس دي، تشتغل اس اي او بشكل مش عشوائي، وتعرف الاولويات بتاعتك ايه، وتعمل اوبتمايزيشن ازاي. ان احنا نعرف دلوقتي الترافيك اللي جايه سايت من شات جي بي تي. اول حاجه ان احنا بنروح على الريبورت، وبعد كده على الليدز، وبعد كده ترافيك اكوزيشن، وبنروح على ترافيك اكوزيشن بنعمل سورس اند ميديوم، وبعد كده بنختار سورس اند ميديوم، وبعد كده بنعمل فلتريشن لسورس اند ميديوم، وبعد كده بنعمل سيرش هنا شات جي بي تي. فطلع لي هنا زي ما انتم شايفين، طلع لي هنا شات جي بي تي اي اي اسيستنت وفيد. طب الفرق ما بينهم ايه؟ اي اي اسيستنت معناها ان الويب سايت حصل له سايتيشن، وناس داست على اللينك ودخلت على الموقع. ترافيك دي ده مش معناه ان هي كام مره او عدد السايتيشن الموقع موجود في شات جي بي تي، لا، ده هي مجرد الناس السايتيشن دخلت عليها وجالها منها ترافيك. طيب بالنسبه لشات جي بي تي فيد، شات جي بي تي فيد دي معناها ان هي البرودكت ليست. طب البرودكت ليست دي جايه منين؟ من السكيما مارك اب اللي معموله على الموقع. لو انا عايز اعرف البيجز اللي هي جايه لها الترافيك علشان ان انا اقدر ابني استراتيجيه وازود التوبيكال، بروح على انجيجمنت، بعد كده البيجز اند سكرين، بروح دايسه على اد فلتر، اوكي، بروح على بعد كده يا جماعه بروح على السيشن سورس، بعد كده بقول ان هي كونتينز، وبعد كده اروح كاتبه اللي هو شات جي بي تي. بروح بعد ما ادوس على شات جي بي تي بروح عامله ابلاي. بعد كده هيجي لي هنا البيجز. نعرف ان البيجز دي نقدر ان احنا نزود التوبيكال اوثورتي، نعمل فريكوينتلي اسكد كويشنز، نعمل سب توبيك ليها نتكلم اكتر عنها، نعمل ابديت للكونتنت ليها، وبعد كده نقدر ان احنا نزود الموقع يظهر في الجنريتيف انجن اوبتمايزيشن. لو حابب تتعلم الطريقه اللي انا بستخدمها عشان احلل المواقع والمشاريع وامسك مشاريع كبيره، ودي شرحتها في اس اي او نافيجيتور، اكتب لي اس اي او هقول لك ازاي.